ده احلى شارع في الحياه. لازم نقف. في الفيديو ده هنزور مدن مستخبيه ومحدش بيتكلم عنها، شوارع ملونه مش هتصدقوا انها في تركيا. هنزور مدينه الاغنياء، وكمان هقول لكم كل التفاصيل لو انتوا عايزين تأجروا عربيه في تركيا. اول مدينه هنزورها هي جوجاك، ودي مدينة صغيرة قوي بعد فتحية بنص ساعة. أول ما تدخلوا جوجاك هتحسوا قد إيه المدينة ارتستيك وفخمة جدا. جماعة السيتي دي would win best cafes design. كل الكافيهات ديزاين ساعتها أحلى من التانية، تهبل بجد، حلو جدا. بس احنا واحنا رايحين جوجاك كان عندنا هدف ان احنا نروح نشوف الكومباوند بتاع الأغنياء هناك، وللأسف معرفناش ندخله، بس شفناه من بره وبجد خطير. بس عرفنا ان انتوا ممكن تدخلوه لو اجرتوا مركب هتاخدكم في البحيرة اللي موجودة جوه الكومباوند، بس هتدفعوا 100 يورو علشان 10 دقايق، فبصراحة الموضوع مش مستاهل. جماعة النيبرهود بجد حلوة قوي قوي، يعني لذيذة جدا، هادية قوي. يعني صراحة لو هندم على حاجة واحدة بس، هندم ان احنا مقعدناش هنا اتليست وان داي نكتشف السيتي، عشان بجد شياكة قوي. بعد جوجاك بساعة تقدروا توصلوا لمارماريس، واحدة من أحلى المدن الساحلية في تركيا. هناك هتروحوا على طول على الشارع اللي كله ملون، والشارع ده موجود في منطقة اسمها مارماريس أول تاون، مليان كافيهات وبيوت كلها بألوان مختلفة. في الشارع ده هتلاقوا بوتيك هوتيلز كتيرة أو فنادق صغيرة، وبجد تجنن، هتحسوا كأنكم في اليونان أو في أي مكان في أوروبا. مارماريس بصراحة مدينة جميلة جدا، أنصحكم لو عندكم وقت تقضوا فيها يومين أو 3. هي طريقها لوحده حاجة مش طبيعية، مش هتعرفوا تبصوا فين ولا فين من حلاوة شروق الشمس أو جمال الغروب. لازم نقف. شايفين احنا جماعة we had to pull over، كان لازم بجد نقف. بصوا وعشان نروح الأماكن دي كلها كان لازم نأجر عربية، وتعالوا أقول لكم كل التفاصيل بتاعة تأجير العربية. أول حاجة، أحسن شركة لتأجير العربيات في تركيا هي تشيزجي، وده لأن معظم الشركات في تركيا هتحتاج منكم كريدت كارد تركي. أما تشيزجي فطلبت مننا بس ديبوزيت وأخدناه أول ما سلمنا العربية. بتخشوا تختاروا العربية اللي انتوا عايزينها وهتودوها فين وهتسيبوها منين، ولو هتاخدوها من مثلا السيتي وتسيبوها في سيتي تانية بتبقى اغلى شوية، لو هتفضلوا في نفس السيتي وترجعوها في نفس المكان بتبقى ارخص. 4 ايام احنا دفعنا 8000 ليرة. وطبعا البنزين يا جماعة غالي جدا جدا جدا، دي الحاجة اللي احنا شايفينها، اللتر تقريبا بحاجة 40 ليرة، فالتفويلة برقم يعني. احنا دفعنا على 4 ايام تأمين $300، وبتاخدوا التأمين وميك شور ان انتوا تحطوا تأمين على العربية نفسها، يعني في حاجة اسمها دامج انشورنس عشان ان كيس اي حاجة حصلت يعني تتاخد من التأمين بتاع العربية اللي انتوا اوريدي كنتوا دافعينه. ده دفعنا حوالي 700 ليرة. فهكون صريحة جدا معاكم، تأجير العربية هيكون تقريبا بنفس سعر الطيارة، بس الفكرة كلها في تأجير العربية ان هو بيديكوا المساحة ان انتوا تعدوا على مدن مختلفة وتتفرجوا على حلاوة الطريق في تركيا، وفعلا فعلا فعلا يستاهل الفلوس دي. جماعة دي رخصة العربية مش زينا كارت. بما اننا بنتكلم عن تأجير العربيات والبنزين، لازم اقول لكم ان واحدة من احلى البنزينات اللي دخلتها في حياتي هي بنزينة شل. منبهرة جدا بنظافة البنزينة يا جماعة، كل حاجة تاتش، يعني هنا مثلا التاتش بتاع الصابون دي كده تاتش عادية زي ما احنا عارفينها، الايد هنا تاتش عشان تفتح، السافون هنا تاتش، دي اللي بتغير اصول، دي اللي بتغير التويلت سيت، ودي بالنسبه لي اكتر حاجه جامده. وجماعه دي بنزينه عادي، يعني بصوا البنزينه فين اصلا. وجبنا شويه حاجات، قولوا وريني كده جبنا ايه، كوفي وساندوتش اون ذا جو كده وبتاع صغير. دفعنا قد ايه مثلا؟ دفعنا 210. واكتر حاجه كانت حلوه ان احنا مأجرين عربيه هو ان احنا اكتشفنا كميه اوتلتس واماكن للتسويق. مول في وسط الطريق مكتوب عليه اوت،
المكرونه نقف طبعا نشوف بقى ده ألف بجد ولا لا. موجودة بس على الطرق في تركيا. وفي الفيديو اللي جاي هحكي لكم ايه احسن اماكن تعملوا فيها شوبينج او تشتروا منها حاجات من تركيا. فما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب، واشوفكم في السفرية اللي جاية.